اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة وهنا يا رب. يلا بقى الفيديو بقى الكبير بتاع الرنجة طبعا. جبنا بقى الرنجة كده وهنبتدي بقى ننضفها. هناكل بقى رنجة النهاردة تغيير كده. وكمان قبل بقى ما يخش علينا رمضان فلازم ان احنا ناكل رنجة. جبت بقى الرنجة كده بحطها على طبق. انا بحب اجيب الرنجة انضفها على طبق وبعد ما بنضفها بنقلها في طبق تاني خالص. ببدأ بقى كمان انا بحب ان انا انضف الرنجة كمان من الظهر بتبقى اسهل خالص. بدأت بقى كده. اول حاجة عملتها قطعت الراس بتاعتها طبعا وببدأ بقى افتحها كده من الظهر واحدة واحدة. وتنظيفها من الظهر بيبقى سهل قوي خالص عن كمان ان انا بنضفها من البطن. الطريقة دي اسهل لي، يعني كنت بنضفها من البطن فطبعا بعد كده بقيت بحب انضفها من الظهر اسهل بكتير. خلاص بقى كده فتحتها من الظهر وببدأ بقى ان انا كده اشيل السلسلة اللي عندي. وبعد كده بنضف بقى فيها اي حاجة زيادة. هنا بقى ده بطروخ طري، احنا مش بناكل بطروخ الطري خالص، مش بنحبه. احنا بناكل بطروخ الناشف. هي رنجة طلع فيها بطروخ ناشف وطلع فيها بطروخ طري. فطبعا احتفظت بالبطروخ الناشف اللي احنا بناكله، والطري طبعا رميته. خلاص بقى ببدأ بقى ان انا انضف كده اي حاجة فيها. وكمان الحتة اللي في النص دي هبدأ اقطعها كده ملهاش لازمة خالص، فبقطعها عشان يبقى فيها برضو زفارة زي ما انتم شايفين في الفيديو كده. بقطعها خالص مبقاش فيها لحم اصلا يعني الحتة دي، فبنرميها ملهاش لازمة. خلاص ببدأ بقى كده انضف فيها واحدة واحدة. انا بس مبطئة الفيديو عشان تشوفوا انا بنضفها ازاي. خلاص كده كنت بقى نضفت بقى اي حاجة فيها، واي حاجة زيادة بشيلها طبعا على جنب. خلاص بقى كده نضفت الرنجة اللي عندي ولسه بكمل طبعا. و آه، خلاص بقى حطيتها في الطبق. وكمان عصرت بقى عليها ليمون كتير. وكمان حمرت جنبها بطاطس وبصل اخضر وطماطم وفلفل. المهم بقى لو وصلتي لحد هنا متنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات عليه افضل الصلاة والسلام. ودعوة حلوة من قلبكم ليا في الكومنتات ولايك. ويا ريت لو مشتركتوش في القناة يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس.